لفائدة المنتخب المغربي عن طريق المدافعة ياسمين مرابط أمام نادولزي. ياسمين تتلقى الإشارة، ياسمين تتقدم، ياسمين تسجل 1-1 رغم أن الحارسة اتجهت لنفس المكان، لكن ياسمين هنا في أقصى الزاوية، أقصى الركن الأيسر. 1-1 فعلا في هذه اللحظات. صعب على البعض أنه يتحمل ركلات الترجيح، لكن هذه كرة القدم تكون قاسية لما تكون ركلات الترجيح، لأنه فيها الحظ، قد تصيب قد تخطئ، لكن دائما أثق في خديجة الرميشي لتتصدى لإحدى الكرات، إحدى الركلات. إذن الركلة الثانية للمنتخب النيجيري. هذه اللاعبة المتميزة أونومونو أمام خديجة الرميشي. أونومونو خديجة الرميشي تتصدى أول ركلة. أنا قلت لي الثقة في خديجة الرميشي لتتصدى لإحدى الكرات، وبرافو خديجة، برافو خديجة، ردة فعل ممتازة. وبالتالي الركلة الثانية للمنتخب المغربي، الركلة الثانية للمنتخب المغربي. من ستنفذ؟ غزلان الشباك. الركلة الثانية عن طريق غزلان الشباك، عميدة المنتخب المغربي الآن في تنفيذ الركلة أمام حارسة المرمى نادولزي وغزلان. نادولزي وغزلان، والإشارة اللي تأتي من الحاكم ماريا. غزلان الشباك، غزلان تتقدم، غزلان مميزة الركلة على طريقة اللاعبين الكبار، فيها هدوء، فيها خبرة، وفيها ثقة كبيرة جدا من غزلان الشباك هنا. إذا نتيجة 2-1 للمنتخب المغربي. يلا نطمع في تصدي آخر يا خديجة، نطمع في تصدي آخر يا خديجة. الركلة الثالثة للمنتخب النيجيري. والتنفيذ الآن أوتو، لاعب البديلة أوتو أمام خديجة. يلا يا خديجة، ممكن هذه كورتك يا خديجة، كورتك يا خديجة. أوه في مكان صعب على الرميشي، صعب جدا على الرميشي. هذه الإعادة مجددا. هل زينب رضواني من ستتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء الثالثة للمنتخب المغربي؟ نعم زينب رضواني. زينب رضواني تستعد للتنفيذ. زينب تتقدم، زينب تسجل، والتقدم مرة أخرى للمنتخب المغربي. زينب تسجل، وبيدروس هادئ. يا هدوءك يا بيدروس، يا هدوءك يا بيدروس. هذه الإعادة لعب فيها الحظ شوية نعم في اللقطة الماضية، لأن الحارسة لمست الكرة، وشفنا رضواني كيف سقطت، فقدت توازنها. عموما مرت سليمة. والضربة الآن الرابعة للمنتخب النيجيري عن طريق بلومتر. هذه عندك خديجة، هذه عندك خديجة، هذه عندك خديجة، هذه عندك خديجة. لا مرت كادت أن تتصدى الرميشي للركلة.
كادت تتصدى لهذه الكرة خديجة الرميشي. إعادة مجددا. أوه لمستها خديجة الرميشي. معلش الوحيد الهادئ في الملعب كله هو بيدروس. الوحيد في الملعب كله بيدروس هو الهادئ. نسرين الشاد تسعد لتنفيذ الركلة الرابعة للمنتخب المغربي. نسرين تتقدم، نسرين وتسجل. برافو نسرين. الرابع للمنتخب المغربي. حطتها في مكان صعب، حتى لو جبت افضل حارس في العالم صعب يتصدى لمثل هذه الكره في الزاويه 90. لاعبة نادي ليلى الفرنسي. اذا الان الركله النيجيريه، اذا تصدت الرميشي انتهى كل شيء. يلا يا رميشي، لا تخيبي ظني في هذه الركله يا رميشي. هذه يا رميشي، هذه الاخيره يا رميشي. ماندي تتقدم، ماندي وخديجه، ماندي وخديجه مرت. لم تسدد بقوه اللاعبه ماندي، من أين أتيت بهذا الهدوء يا بيدروس؟ إذن الآن الركلة مغربية. روزيلا هي من تستعد لتنفيذ الركلة الترجيحية. لا أحد يريد أن يرى الركلة الأخيرة لروزيلا، لكن هذه الكرة، هذا هو الواقع. ننتظر روزيلا تتلقى الإشارة. روزيلا والهدف. روزيلا انتهى كل شيء. روزيلا تؤهل المنتخب المغربي للمباراة النهائية أمام جنوب إفريقيا. مباراة كانت فيها الأعصاب مشدودة جدا بعد لقاء ماراثوني 120 دقيقة. اليوم بطلات، اليوم لاعبات مميزات. شوف هنا يعني ردة فعل بيدروس.